ياسين اليحيوي الإدريسي. حنان السويكت. محمد مجدي. سميرة معاش. مروة بن علي. منير النظيفي. عثمان العثماني. عبد الفتاح الرميجي. مصطفى كاروني. سفيان الحسني. علي الغفوري. مصطفى عبي. خديجة أم عني. حياة قاسبي. حافظ حجاوي. محمد حجاوي. فتيحة بن معطي. كل حاضر. فقط سمينا ما عرفناش. زاب ليسو. كاينه. عيطينا شمس خير لقيتك ديك اللي طلبتي توفيق للجميع. شكرا سيدي الله يخليك. الله يعتق. محمد طيبي. السيد فيصل يحيى. السيد محمد الزين. السيدة حنان والحاج. السيدة حياة نصري. السيدة وفاء بابا. السيدة الهاشمية كيان. السيدة حورية أسلامي. السيدة شيماء شوهاني. السيدة وفاء شبزي. السيدة زينب بن يحيى.
السادة هناء كاليلي. هناء السادة. السادة حنان يوسفي. السادة اعتماد عبيد. السادة عبد الفتاح حرميشي. السادة مصطفى كرومي. السادة علي مغفوري. السادة عبد الصمد شيباني. السادة محمد شهير. السادة بلال المهري. السادة حميد مجدوب. السادة نور الدين بارودي. السادة عسو حسني. السادة نضال القمطي. السادة حميد المدني. السادة مراد بوزين. السادة رشيد الغيب. السادة وزين المعدودي. السادة عبد العاطي كنداوي. السادة يبكي مفيد. السادة هشام صبري. السادة زهير العمري. السادة مصطفى بوشفيع. السادة حقيق الجوي. السادة محمد باجدي. السادة الحسين اليحيوي إدريسي. السادة فاطمة وعبدي. السادة فاطمة تايب. السادة فاطمة الزهراء الباطي. السادة حياة ياسمين. السادة إشراق أزهر. السادة سمية أودادة. السادة
آمال عاوي. السادة خديجة أمنعي. السادة مروة بن علي. السادة صوفيا الحسني. السادة حنان سويف. السادة فاتحة بن معطي. السادة سميرة معاذ. السادة رجاء غزالي. السادة نادية طارق. السادة عمر بن الحاج. السادة يوسف جليل. السادة نبيل خشوم. السادة نعيم الشربي. السادة سناء الغريسي. السيد الرئيس الأول المحترم، السيد الوكيل العام المحترم، أغتنم هذه الفرصة وهذه الجلسة التي أشكركم على ترأسها وأشكر السيد الوكيل العام على حضورها، وهو أمر يدل على مدى ما توليه محكمة الاستئناف بمكوناتها لهيئة المحامين وللراغبين في الانتساب لهيئة المحامين. بعد شكر لكم السيد الرئيس الأول، أستأذنكم في تقديم 80 زميلا أو مرشحا للتمرين بعدما تم استيفاء الملفات ديالهم جميع المصادر القانونية اللازمة، وبعدما قرر مجلس الهيئة قبول طلبته، وزكى ذلك السيد الوكيل العام وأحال عليكم الملفات من أجل اتخاذ الوسائل بشأن أداء اليمين. قد لا يسعفنا الوقت ولا الجلسة لأتلو على مسامعكم الأسماء واحدا، وقد ناديتم عليهم واحدا وواحدة، كل واحد وكل واحدة. أعتبر في ذلك تقديما لسيادتكم جناب الرئيس وللهيئة الموقرة، وكذلك تقديما للسيد الوكيل العام. وأشكر للسادة النقلاء والزملاء المحترمين حضورهم. وأنا أعبر في هذه اللحظة عن اعتزازي لأن المحاماة هو واحد الفضاء رحم يتسع لجميع أبناء الشعب المغربي، فضاء رحم يتسع لأبناء الشعب المغربي للمساهمة في العمل القضائي ولمساعدة القضاء في تحقيق العدل والإنصاف لكل المواطنين ولكل المواطنات، طبعا وفق ما يقتضيه هذه المفاهيم ديال الإنصاف والعدل، ووفق ما يخدم المصلحة العليا لبلادنا ويخدم التوجهات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ترسيخ قيام العدالة بين المواطنين في إطار استقلال تام للقضاء
الذي تبلور أخيرا بمقتضى القوانين التنظيمية التي صدق عليها المجلس الدستوري الأسبوع المنصرم، وحفاظا أيضا على تكريس واستقلال مهنة المحاماة التي هي قوام وجودها وأساس تعاطيها وعملها، والتي بدون استقلالها لا يمكن ضمان استقلال القضاء. فمن استقلال المحاماة ضمان أكيدا لاستقلال القضاء. بعد هذه الكلمة التي أردت أن أوجه بها شكرا وامتنانا للهيئة الموقرة، قد تسعفنا هذه الجلسة أيضا إذا أذن لي بذلك جناب الرئيس المحترم في التوجه بعد أداء اليمين وصيرورة هؤلاء الأشخاص مباشرة، هؤلاء الحاضرين زملاء لنا ومحامين متمرنين، بكلمة ربما قد تكون توجيهة في حضوركم بعد أداء اليمين. شكرا لكم جناب الرئيس. شكرا سيدي الوكيل. شكرا أستاذ النقيب. كلمة للسيد وحيد. السيد الرئيس الأول المحترم، السادة المستشارين المحترمين، السيد نقيب هيئة المحامين المحترم، السادة النقباء والسادة أعضاء مكتب الهيئة المحترمين، السادة النقباء والسادة المحامين، أيها المحامين الشباب المترشحين للتمرين في هذه أو ضمن هذه الهيئة المحترمة. تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 0828 المتعلق بتعديل قانون المنظم لمهنة المحاماة، يبذل أمامنا في هذه الجلسة الخاصة ثلة من المترشحين للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين والذين تم قبول تسجيلهم كمحامين متمرنين لدى هيئة المحامين بالكناس بعد التأكد من توافرهم على الشروط المنصوص عليها في المادة 11 وبعد إجراء بحث من طرف مجلس الهيئة حول أخلاقهم. حقيقة أن السيد الرئيس الأول كان لي الشرف أن أكون وإياكم والسيد النقيب المحترم ضمن اللجنة التي أشرفت على اجتياز الامتحان، وكان امتحانا عسيرا وأنهم نجحوا باستحقاق وبتميز عن باقي المترشحين لاجتياز هذا الامتحان. فمرة أخرى أهنئكم على هذا الفوز وهذه الثقة، وأهنئكم كذلك على الثقة التي وضعها فيكم أعضاء مكتب مجلس هيئة المحامين بالكنيس، وعلى المحامين الذين قبلوا التمرين بمكتبهم. هذه مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا، وعلى الثقة التي حظيتم بها من طرف السيد نقيب هيئة المحامين بالكنيس. معلوم أنه بعد تقييدكم كمرشحين مقبولين في لائحة التمرين تحضرون أمامنا بمحضر السيد نقيب هيئة المحامين المحترم لأداء القسم حسب الصيغة المنصوص عليها في المادة 12. هذا القسم يلزمكم بممارسة مهام الدفاع عن الأشخاص والجماعات، الأشخاص كشخص طبيعي كشخص معنوي، باعتباركم من مساعدي القضاء تساهمون في تحقيق العدالة. بهذا الاعتبار
جعلكم القانون جزءا من أسرة القضاء، لذا ألزمكم يعني القانون بممارسة مهامكم بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية. وهذا ما كرسه المشرع في المادة 3 من القانون رقم 8/08/28 حينما ألزم المحامي بصفة عامة بالتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة التي يتعين على كل واحد منكم أن يلتزم بذلك وأن يلتزم بتقاليد، لأن احنا قطعتوا مع واحد المرحلة ووليتوا في مرحلة أخرى. كاين القانون وكاين التقاليد والأعراف يجب احترامها، احترام الأقدم منكم واحترام النقيب وغير والزميل ديالكم اللي جاي من مدينة أخرى، واحترام الهيئة القضائية واحترام السلطات القضائية واحترام السلطات اللي تتعاملوا معاهم. ما بقيتيش في إطار ديال الكلية أو ديال الطالب جامعي ولا كذا، دخلتي لواحد مرحلة أخرى عندها قواعد ديالها. كما يلزمكم القانون والقسم الذي تؤدونه أو سوف تؤدونه أمامنا بالتقيد بمبدأ الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي تنتمون إليها، وبالمحافظة على السر المهني سواء فيما بينكم وموكلكم أو مع غيركم من زملائكم المحامين. يجب احترام المراسلات واحترام السرية مع الموكلين ديالكم ومع غيركم من الزملاء. بحال الطبيب احترم، لأن دائما تيعطيه واحد الظرف اللي مسدود تيطلع عليه الطبيب يقول لك هذا السلوك هذا حتى هو يكون شيء بيناتكم. فأتمنى لكم من وجداني الصادقة التوفيق في مهامكم، ومرحبا بكم بين ظهرانينا حيث ستجدوننا رهن إشارتكم لتقديم المشورة والتوجيه والمساعدة اللازمة. فكونوا رعاكم الله خير جيل وخير مجموعة ستنضاف إلى نصرة العدالة بدائرة نفوذ هذه المحكمة التي حفاها الله بقضاة ومحامين ومجلس هيئة يتألف من خيرة النقباء وخيرة المحامين. وفقكم الله وأعانكم على أداء مهامكم النبيلة لما فيه خدمة المواطن وخدمة العدالة لما ينتظره منكم مولانا أمير المؤمنين القاضي الأول رئيس مجلس على السلطة القضائية، وأن تكونوا عند حسن هذا القسم الذي سوف تؤدونه. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا السيد وكيل العام. أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال
تسجيل كل ما راجع في هذه الجلسة في محضر رسمي للرجوع إليه عند الحاجة، وموافاتنا وكذلك السيد النقيب بنسخة من محضر أداء يمين هذه التلة المحترمة. والسلام، وشكرا سيد الرئيس. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، طبقا للظهير الشريف رقم 101 8 الصادر في 20 شوال 1429 موافق 20 أكتوبر 2008 لتنفيذ القانون رقم 28 8 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة وخصوصا المادة 12 منه، وبناء على ملتمسات السيد الوكيل العام للملك بهذه المحكمة والمؤكدة من طرف السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس، وبناء على ما راج بهذه الجلسة نشهد على السيدات والسادة الحاضرين والمنادى عليهم في بداية هذه الجلسة بأداء اليمين القانونية وفق الصيغة المشار إليها في المادة 12 مذكورة، ونأمر السيد كاتب الضبط وتحرير محضر بذلك للرجوع إليه عند الانتظار. شكرا للجميع ونعلن على رفع الجلسة. زملاء المحامين المتمرنين والمحاميات المتمرنات، منذ دقيقة أصبحتم زملاء لنا. السادة النقباء، السادة أعضاء مجلس الهيئة، الزميلات والزملاء الممرنين، أهالي وعائلات زملائي المحاميات والمحامين المتمرنين، أكيد أن مهنة المحاماة كما قلت قبل قليل تتسع لأبناء الشعب المغربي، فهي مهنة من الشعب وبخدمة الشعب. أكيد أن هذا العدد الذي نعتز به في هيئة المحاماة في الناس لم يسبق قط أن سجل في لائحة المتمرنين دفعة واحدة في مكناس، نعتز بذلك خلاف ما يعتقد البعض، لكن هذا لا يمنعنا إطلاقا، ولا يمنعني كنقيب باسم المجلس وباسم زملائي في الهيئة أن أؤكد لكم الترحاب والاستعداد للتكوين وللتوجيه وللتأطير وللتكريس والتعاطي مع القانون ومع قواعد المهنة ومع التقاليد والأعراف. مهنة المحاماة كما تعلمون أو سترون وستعرفون هي مهنة القانون أساسا، لكنها أيضا تمشي برجل ثانية وبجناح ثاني وهو التقاليد والأعراف. فمتى احترمتم تقاليد وأعراف المهنة احترمتم مهنة المحاماة، ومتى تخليتم عن هذه التقاليد وهذه الأعراف سيكون النقيب والمجلس جاهزا لاتخاذ المناسب وفق هذه التقاليد وهذه الأعراف ووفق القانون. إنه الترحيب لا أريد أن يرى في ذلك زملائي المتمرنين أنه ترحيب، إنه الترحيب في التعاطي مع تقاليد وأعراف المهنة. أؤكد لكم مرة أخرى ومن جهة أخرى بأن محاماة تتطور كما تتطور الحياة ويتطور التعاطي مع القضايا في كل الشعوب، فلا مجال اليوم للقول بمحامي غير متسلح بالعلم وبالتكوين اللازم. لا مجال اليوم للتعاطي وللقول بالمحاماة بدون التعاطي مع مستجدات العصر. وأذكر
بالخصوص التعاطي مع المعلومات ومع التقنيات الحديثة للتواصل فيما بينكم مع القضاء. فالقضاء الركن على الأبواب، كونوا جاهزين. أنتم المستقبل، قد يكون أحدكم في يوم ما واقف على هذه المنصة نقيبا، بحث عن ذلك وقد يأتي. لذلك منذ الآن أدعوكم إلى التسلح بالمعرفة، إلى التسلح بالتقاليد، إلى التسلح بالإيمان بالمهنة التي اخترتم الانتساب إليها. فمن لا يؤمن بمهنة المحاماة لا يمكن أن يكون محاميا. عليكم أن تكونوا مؤمنين بالمهنة، أن تكونوا مؤمنين بأنكم ستكونوا محامين ديال القرن، ديال العشرينيات والثلاثينيات والربعينيات إن شاء الله لهذا القرن. كونوا جاهزين لذلك. نحن في الهيئة أعددنا العدة لمساعدتكم على ذلك. أنا أعلم بأن الحاضرين داخل هذه القاعة من الآباء والأمهات عانوا ما عانوه من أجل دراستكم، عانوا ما عانوه من أجل امتحاناتكم، عانوا ما عانوه من أجل أداء واجب من خلال هيئة المحامين بالامتياز. فنحن أبناء الشعب مثلكم، نعلم ذلك علم اليقين. لكن قلنا بأن هذه المعاناة سنجعل منها إن شاء الله أفراحا ومسرات لما الآباء يشوفوا الأبناء ديالهم محامين بالفعل، مكونين مسلحين بالعلم، يشتغلون داخل فضاء الحرية، فضاء العدالة، فضاء الإنصاف، بشكل يرتاح له المعني بالأمر أولا من المحامي، عائلته ومحيطه الصغير، ولكن محيطه الكبير كذلك المهني والوطني الشعبي. أعددنا العدة لذلك عندما قررنا في مجلس الهيئة، ونحن على أبواب ونحن في استعداد تام لإنشاء إن شاء الله معهد للتكوين قد يكون سابقة في المغرب، باش تكونوا إن شاء الله محامين متميزين تميز هيئتكم داخل المنظومة المهنية. فالمعول عليكم في التعاطي الإيجابي مع هذا المنطق الجديد. وأريد كما قلت لبعضكم أن أؤكد بأنه لا تسامح ولا توالي فيما يخص التكوين. لا تسامح ولا توالي فيما يخص التكوين. عند الإنشاء معهدنا إن شاء الله المقبل سيكون على الجميع الانضباط لنظامه ولدروسه ولحلقاته ولمحاضراته، ونحن معولون على التعاون ديال مجموعة من الشركاء، منهم كلية الحقوق، منهم محكمة الاستئناف، منهم الوزارة، منهم المعهد العالي للقضاء، ومكونات أخرى للمجتمع ديالنا مساهمة في إعداد محامي المستقبل. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر. أهنئكم مرة أخرى، وقبلكم أهنئ ذويكم الذين استطاعوا أن يجعلوا منكم محامين متمكنين اليوم، ومسؤوليتنا وإياهم أن نجعل منكم محامين رسميين موفقين إن شاء الله في عملكم وفي مهنتكم. أتمنى لكم التوفيق وشكرا. والآن الكل ندعو إن شاء الله على شرفكم. أعد مجلس الهيئة على شرف الزملاء المحامين المتمرنين والمحاميات المتمرنات الجدد حفل شان بالطابق التالي لمقر الهيئة، فأنتم مدعوون ونستسمع أولياءكم إن لم يكن الفضاء قد يسعفنا باستيعابهم جميعا. نكتفي بحضوركم ثم المحامين المتمرنين. هذا لا يعني غير مسألة تنظيمية، لو كنت أعلم بأن غيكون هذا العدد لأعددنا العدة لذلك، لكن نستسمحكم منذ الآن وأدعو زملائي المحامين المتمرنين لحفل الشان بالطرف الثاني من مقر الهيئة.
جميعا أود أن أشكر شكرا خاصا وأن تنتبهوا إلى هذا الحضور ومغزاه ومعناه. إنه عنوان الاحترام لمهنة المحاماة، فعليكم أن تكونوا ليس عنوانا فقط بل وثيقة للاحترام للسلطات القضائية. أشكر السيد رئيس الأول المحترم أولا على سلبيته واستعداده المسبق لترأس جلسة أداء اليمين القانونية التي أديتمها قبل قليل، ومعه السادة المستشارين. وأشكر جناب السيد الوكيل العام المحترم الذي بدوره حضر من مهمة خارج مكناس لحضور هذه الجلسة فقط اليوم. وأشكر السادة المسؤولين القضائيين، وأريد أن تنتبهوا إلى أنها لحظة شكر لكنها بعد إذنهم لحظة تقديمكم إليهم. إنه السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس الأستاذ سي محمد الكرم، السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس الأستاذ سي شاكير عبد الكبير، السيد رئيس المحكمة التجارية بمكناس الأستاذ أحمد الشوري، الأستاذ عبد الله بونيت رئيس المحكمة الإدارية بمكناس. ها أنتم تلاحظون بأن الهيئة القضائية في شخص مسؤوليها، أنا أعتبر أن جميع قضاة الدائرة الاستئنافية حاضرون من خلال حضور السادة المسؤولين القضائيين في النيابة وفي الرئاسة، ورؤساء المصالح ديال كتابة الضبط أيضا وكتابة النيابة العامة. السيد رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بمكناس سيدي عبد الرحيم، السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بمكناس الأستاذ رضوان، السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية النيابة رئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة التجارية بمكناس الأستاذ العالمي، السيد رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الأستاذ خالد البهلولي، السيد رئيس كتابة النيابة العامة هذه المحكمة الابتدائية بمكناس الأستاذ يوسف الشاطي. باسمكم جميعا وباسم الحاضرين من أهاليكم وباسم زملائي ونقبائي والسادة أعضاء مجلس الهيئة أشكر لهم صنيعهم وأشكر لهم حضورهم، ولست في حاجة إلى تقديم ملتمس إليهم في تقديم العون والمشورة إليكم، فهم كلهم استعداد لذلك. عليكم أن تنهالوا من تجربتهم ومن معرفتهم ومن مداركهم، عليكم أن تنهالوا منها ومن السادة القدماء كذلك والزملاء ديالكم الممرنين وباقي المحامين. أتمنى لكم التوفيق وأشكر لهم حضورهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعية المحامين الشباب تفتح لكم الدروع ديالها وابواب ديالها لاستضافه ديالكم وللتعاون معكم ولتسهيل ولوجكم للمهنه. اذا ابتداء من هذا اليوم انتم زملاء ديالنا وانتم جزء منا والينا. اي مساعده تحتاجوها جمعيه المحامين الشباب راه هنا اشارتكم للكاتب العام ولجميع اعضاء المكتب. احترام الاعراف سر النجاح ديال مهنه المحاماه وهو احترام اعرافها وتقاليدها واحترام القيم ديالها. الا احترمنا بعضياتنا واحترمنا الاعراف والتقاليد كلكم غادي تنجحوا، واللي ما احترمهاش ما غاديش ينجح. بهذا الاحترام ما غاديش ينجح، لان ما حدك تحترم الاعراف والتقاليد ديال المهنه وتحترم المهنه وتتعطيك المهنه وتحترم المهنه، وحتى الطرف الاخر سواء الدفاع او الشركاء الاخرين كلهم تينظروا فيك محامي ناجح. ولكن اذا كنتي ما تتعطيش ديك القيمه ديال احترام الاعراف والتقاليد واحترام الاخر واحترام القائمه، ديما تينظروا فيك انت ناقص، انت عندك ما تيحترموكش حتى هما. يعني انا تنشدد على ان الاحترام ديال الاعراف والتقاليد والاحترام القائمه واحد الاشاره لا أريد أن تفوتني. كنت أتمنى من سيدنا في شهيرة
وهو بالنسبه لكم بالفعل انتم يلاه جيتوا جداد، خاصه الاشارات اللي تاخذوهم منا فاش تلقاو واحد المحامي قديم علينا ما ننتظروش هو يكلمنا، حنا نسبقو نكلموه. راه ما تنتظرش، راه كاين معنا هنايا اللي عنده الاب نقيب، اللي عنده الاب محامي، راه فاش جينا حنا كنا تنسبقو نكلمو الاب ديالو وتنسبقو نكلمو القايد، ما ننتظروش واحد اكثر من الاب ديالنا يجي يسلم علينا ويقدم لنا راسو بالاحترام. انت تتكبر في عين هذاك المحامي اللي قدمتي له راسك، تتكبر في عينه، ومره اخرى الا احتاجتي شي مساعده تيسبق هو يساعدك. يعني هذه واحد الاشاره اللي ما نشوفوش واحد قل منا في القلده ولا نقولوا ما نديهاش فيه، راه هذاك هو اللي غادي يقدر يقدم لك الطايد المساعده. راه تجي الجلسه شي مرات تتحرج من تكون في واحد الموقف اللي مازال ما عرفتش، ولكن تيموت واحد الاستاذ قدم منك اللي هو عارف وفاهم تيجي حتى لحدا القاضي وتيقدم لك هذه المساعده وتياخذ عليك الملف كاع ويتصرف نيابه عنك يعني. ولكن الا ما قدمتيلوش راسك ولا ما كلمتيه ما تنتظرش هو غادي يسبق يكلمك، راه هو قدم منك، هو راه كان تيكلم وكان تيسبق المبادره للقيادمه ديالو. عاود نتوما هاد الشباب ولا القيادمه تيبقاو قيادمه ديالكم، نتوما خصكم تسبقوا وتقدموا لهم راسكم اللي لقيتوه في المحكمه في الشارع في المكتب. حنا كنا تنزوروا المحامون في المكاتب ديالهم كاملين، اللي استطاع فيكم ما كاين مشكل، ولكن اللي ما استطاعش حتى في المحكمه على الاقل يقدم راسو للمحامون الاخرين تيعرفوا. واش نتوما دابا جداد اللي تيقول راك من هيئه اخرى تتقدم له راسك، انا راني معاك هنا في هذه الهيئه فهمتي، اذن حتى لا اطيل عليكم اجدد لكم تهنئاتي الخاصه وتهنئه مكتب جمعيه المحامون الشباب، وان شاء الله سيكون لنا موعد معكم في القريب العاجل للاحتفال بكم ان شاء الله في القريب العاجل. واجدد تهنئتي لكم واتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم. الأقربون لهم الشباب بالتأكيد. وأنت ما زلت شاب الناس. أعرف التقاليد، أنا لم أكن معكم اليوم. أعرف التقاليد لنا فيه كلام في المستقبل، أعرف التقاليد فيها العتيق وفيها ما يجب أن يتطور. احنا كاملين أعراف ديالنا التقاليد ديالنا ما ننتهيش، أعرف التقاليد كاينة ونستمر غتطور، غادي تكون أعراف أخرى غادي تجي تقاليد أخرى. الفور نفهمو القديم يطور خصو يتطور ونزيدو لقدام بين أعراف جديدة، تقاليد جديدة، ثقافة جديدة ديال التواصل، عاوتاني نفهمو العصر الحالي. هذا موضوع غادي يكون عندنا موضوع ديال النقاش مستفيض يتعرف التقاليد ماشي بالشكل الأكاديمي. أنا أحب الشكل الأكاديمي ماشي الشكل المتطور، ما عرفتش شنو هو. أنا كنوجد فيه مع الزملاء ديال الزملاء شنو هو الشكل اللي ممكن نناولو به موضوع الأعراف التقاليد، حتى الشكل خصو يكون جديد دابا كيصدعو. هذا هو ولكن كتبقى الرسالة ديال السيد الكاتب العام التواصل لابد منه، أخذ لابد منه مع كافة الزملاء، بغض النظر من هو الآخر. أنا وافد جديد أتقدم بزميلي تقدم القضاة اللي راها على راهي وعلى عاتق الزملاء الممرين يستعينوا بالمسؤولية القضائية، وراه حضروا كامل باش نعتبروا هذه زيارة للمسؤولية القضائية، والاتفاق معهم على أن نعتبروا هذا اليوم اللي حضروا بشكل جماعي ولا زالت زيارة للمسؤولية القضائية. اللي يبقى اليوم هو الزيارة للقضاة. أعتقد أنه ليلة كل جلسة يمكن الممرين ديالكم انتم تحطوا الممرين ديالكم اللي كانوا ناسين انهم يقدموكم للقضاة اللي غادي توقفوا قدام الجهات اول مره. هذا الشيء كيكون يجب. ايضا حنا في ندوه التمرين غادي ناخذ شكل من الاشكال ديال الزيارات لبعض رؤساء المصالح، بعض الرموز ديال القضاء، بعض هذا الشيء غادي نخوضوا فيه، ولكن اتمنى انكم تحرصوا على تقديم نفسكم للقضاة ايضا. الزملاء نعم، ولكن القضاة ايضا، وانكم تحطوا الممرين ديالكم ولا فيها باس. هو الممرين خصو يكونوا على هذا الشيء، ولكن راه شي مره كنذكروا في التفكير انه راه لابد من زياره الزملاء اللي غنوقف قدامهم في الجلسه لاول مره. قلت الزملاء من القضاة زملائنا يكون جزء من اسره القضاء، خصنا نتعاملوا بالاحترام المتبادل، طبعا في اطار الكرامه ديالنا، في اطار الهيبه ديالنا، الاحترام ديالنا، ولكن لابد من احترامهم
لابد من التعرف عليهم والتواصل معهم، وقد تستفيدون من قدراتهم في تكوينكم اكثر مما تستفيدون من بعض زملائكم. ما تبخسوش راسكم في العلاقات مع الجميع، فاتحوا على كل شيء. وقد تستفيدون من الضغط والشركاء في الزملاء القادمه راه بيننا موظفون حاملون للدكتوراه وعندهم تجربه ديال 30 سنه في العداله، راه ممكن تستافدوا منهم في واحد العدد ديال الامور. انا ادعوكم للانفتاح على كافه مكونات القطاع. هذه هي الرساله ديالي. اللي بغيت ناكد لكم فيه هو ان غادي يكون واحد الحفل استقبال رسمي ديالكم ديال الهيئه، لان اليوم هذا حفل اداء ديالي، حفل استقبال رسمي الهيئه بحضور نقيب بحضور اعضاء مجلس الامراء، غادي يكون في القريب العاجل، ومن المراعاه غادي يبداو في الاشغال ديال التكوين ديالنا ان شاء الله. شكرا لكم، راه شكرا لكم بزاف. هذه هي التاريخ.